أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آدي إسرائيل أهي يا عرب، آدي إسرائيل أهي بتتلطش، ضربت إيران ومسحتها في أول يوم، والقادة وضربت العلماء وضربت وقامت إيران لوحدها، ضربت ليلتين إسرائيل، سففتهم التراب وخسائر في كل حتة وأبراج بتهد، صنعت السلاح لوحدها وصدرته للاتحاد السوفيتي اللي هو أكبر قوة عظمى في العالم، والمسيرات. احنا ايه الحكاية؟ احنا فين يا عرب؟ مصر شغالة، لكن شغالة لوحدها، وإيد واحدة ما بتسقفش. مصر شغالة وبتصنع وبتبتكر وبتطور وبتعمل وبتنتج وبتجيب من بره وبتجيب من جوه على قد ظروفها الاقتصادية الصعبة. يا اخوانا يا عرب، 4.5 تريليون جنيه، كنتوا طورنا، عملنا مصانع في السعودية وفي الإمارات. إيران لوحدها عليها عقوبات بقالها 20 سنة وضربت إسرائيل. ليه؟ عندهم هدف وعندهم تصميم وما بيخشوش ربنا. هم شيعة متطرفين، معظمهم شيعة متطرفين والناس معتدلين، لكن أعدوا لهم ما استطعتم، بيعدوا وبيشتغلوا. أما احنا كعرب كغثاء السيل، كنا احنا أولى بالفلوس دي. نصنع فرط صوتي، ليه ما نصنعش فرط صوتي؟ فتح واحد فتح اتنين، زي اللي بيعملوه في الصهاينة، والأمريكان مش هترد، لأن لو ردت أمريكا هيضربوا لها قواعدها في الدول الخليج، ودول الخليج بتبوس إيدين أمريكا اوعي تشترك في الحرب، لأن لو اشتركت في الحرب يبقى ده لدول الخليج. وهتشوف لو أمريكا اشتركت في الحرب دول الخليج هتتبهدل، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين اخواننا الحكومات في الخليج تعمل لصالح الأمة العربية والإسلامية، تصنع، تقف مع الدول اللي تقدر تصنع زي مصر وزي العراق عندها علماء، ومصر عندها علماء، وسوريا لما كانت سوريا في عقول مصرية، في عقول زي الألماظ. لكن الدعم الاقتصادي بتاعنا يا دوب يقدر نقوي جيشنا عشان نقف قدام إسرائيل. لو شايف، والله إسرائيل لو شايفانا ضعاف رغم معاهدة السلام والتحية وأمريكا، والله لكانوا احتلوا مصر وخدوا سيناء واحتلوا قناة السويس كمان. لكن شابول الجيش المصري، شابول عبد الفتاح السيسي، عارفين اللي جاي. عندنا عقول مخابراتية وعقول، والسيسي كان راجل مخابرات وفاهم اللي بيحصل واللي بيحصل، زي الخونة الإخوان اللي يقول لك لقمة بق الشعب المصري بلا سلاح بلا طين. لا، جوعنا واشترينا سلاح واقفين في وش أمريكا في وش إسرائيل. منخ دول عربية، دول عربية، دول فيها إرادة وفيها صمود، بس يجب يا أخي، ربنا قال لنا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. متى نعتصم يا عرب بحبل الله؟ متى نتوحد؟ والله إن توحدنا والله ما حد هيقف قصادنا، وعند ربنا هيساعدنا بملائكة. لكن لما يلقانا من جوه عباد الله، عباد مخلصين لله وللوطن والقضية. إسرائيل دول هم 6-7 مليون بس متحدين مع يهود أمريكا ويهود الغرب، اللوب الصهيوني في أمريكا بيدوهم كل حاجة. واحنا عارفين القضية، عارفين 1+1=2. نصنع سلاح، نقوي أنفسنا، نتعاون مع إيران، بدل ما احنا واخدينها بوع
ناخدها صديق، هي دولة مسلمة على الأقل، مش هتعمل المد الشيعي، مش فوضى هي. ولكم دينكم ولي ديني. احنا سنة هنفضل سنة، وهم الشيعة هيفضلوا شيعة، بس يبقى فيه تعاون بدل ما نتعاون مع أعداء الدين والوطن أمريكا وإسرائيل. يا إخوانا لازم نعتصم بحبل الله جميعا، لازم نعتصم بحبل الله جميعا. شوف كده ولا إيه؟ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. لازم، لازم يا عرب. إسرائيل أهي رغم قوتها ورغم النووي بتاعها مش قادر تستخدمه، لأن باكستان هددت إنها هتقف مع إيران، وباكستان دولة نووية عندها عشرات من الرؤوس النووية. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقدر والله على أمريكا، ونقدر على إسرائيل، نقدر على كل. إحنا على فكرة إحنا مش ضعاف، إحنا اللي بنضعف نفسنا، إحنا اللي بنذل نفسنا. بسم الله ما شاء الله، عندنا القوة الاقتصادية دول الخليج ربنا يزيدهم، وعندنا القوة البشرية في مصر ربنا يحمينا، وعندنا العقول. جميع علماء مصر خدت نوبل في كل جميع الهيئات العلمية والثقافية والفنية. عندنا عقول في مصر، بس محتاجين تمويل، محتاجين نقف ولا نتشرذم في الدول العربية. وربنا هيدينا فرصة واثنين وثلاثة، وبعد كده ما نلومش لنفسنا كعرب ومسلمين. ويا ريت نعتصم بحبل الله، يا ريت نتوحد، يا ريت نتفق. هنقدر على اسرائيل ومن وراء اسرائيل، بس مش هنقدر وراء اسرائيل زي ما كان بيقول عبد الناصر وهو مش عارف انا. لا، بالفكر، بالخباثه، بالتدبير، بالخداع، بالتعاون السري والتعاون العلني، بكل حاجه. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير في دول الخليج، ساعدونا وساعدوا نفسكم ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. ما نديش عقلنا ليهم، ما نديش مالنا ليهم. اصنعوا في السعودية، اصنعوا في قطر، اصنعوا في الإمارات، اصنعوا في الكويت، اصنعوا بلاش نحن. يا عم خدوا العقول المصرية واصنعوا في بلادكم، ما هي بلادكم هي بلادنا. إنما نبقى غثاء السيل كده. خدوا درس من الإيران، خدوا درس من الجماعة الإيرانيين. شوفوا ده بيضربوا كل يوم، كل يوم هيتضربوا تاني وتالت اسرائيل، ولكن بيضربوا وبيضربوا وبيتعبوا على قد لان واحدين واقفين بلبوس لوحدهم ايران. حتى السوفيت مش قادرين، ما فيش الا باكستان قالت احنا هنقف معاهم. يمكن احنا بقى نقف مع بعضنا هيقف معانا ربنا، نقف مع بعضنا يقف معانا ربنا. ايه الاخبار؟ احداث. نقف مع مع نفسنا يقف معانا ربنا. يا اخوانا نقف مع بعضنا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش كده قال ربنا؟ الكون كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. لازم نتوحد ولازم نتعاون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وحفظ الله مصر وحفظ الله الأمة العربية والإسلامية، ولعن الله بني صهيون، ولعن الله أمريكا في السماوات وفي الأرض، ونجى شعبنا فلسطين في غزة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.